ما انت بتتكلمش على كولر عشان الناس بتزعل. على مين؟ على كولر حتى. لا انا بقول لا ده عبقري. بص لا بص صح. لا بس في حاجات بص يا كابتن ميدو انا بتكلم بصراحه. انا ما ينفعش اتكلم يا عم قول رايك. هو في حد بيحجر عليك؟ لا انا بتكلم على كولر. قول رايك. انا مش بقول رايي ان انا بغلط فيه. انا ما بقولش رايي ان انا بغلط فيه. انا بتكلم في ايه؟ ان انت اتفضل حضرتك. اتفضل. طب انا ماسك ما برد عليك. قفشه يا جماعه لعب كام دقيقه لسه من 3 ايام. ما انا بس اصل في حاجات المدرب بيفكر فيها. هو دلوقتي داخل في نهايه موسم مش عايز يفقد لعيبه تتعور. مش قولوا لي قفشه الماتش اللي فات بتاع الدوري بتاع الحرس اللي هو لسه من 3 ايام صح؟ لعب كام دقيقه؟ ما تقولوا لي يا جماعه. اتكلم يا كابتن الماتش بتاع الولاد النهائي برضه احنا اتكلمنا في النقطه ديت اللي الكابتن رامي بيتكلم فيها ان اوقات كبيره جدا لعب 76 دقيقه. اسف 76 دقيقه. الفريق اللي بيلعب هو قفشه ما ورهقش طول السنه وما كانش بادئ يعني انا قصدي مش فارق معاه ان هو لو لعب كل 3 4 ايام ماتش مش فارق مع قفشه ان الامور بالنسبه له برضه هو ما شاركش كتير طول الموسم. لكن انا بتكلم الراجل ما عندوش المرونه التكتيكيه. الراجل بيكسب وبقاله 31 مباراه. ده الراجل ماشي بشكل كويس جدا طبعا. لكن حاضر هنخليه عنده مرونه تكتيكيه. هنلعبه اللولي هوب اللي بتاع العمق ده اللي بيقعد يلف كده عشان عنده مرونه تكتيكيه. حضرتك الولاد اللي عندك الواد هاني ده الاهلاوي ده والواد عمرو الاهلاوي هو ما عندهمش الا لعيبه الزمالك دلوقتي. يعني احنا دايما بنتكلم على العلاقه اللي بيني وبينك علاقات محترمه. وانا لما اكون عايز لاعب من عندك مش انا عبد الله السعيد لما جيت طلبه تاني مش طلبتك انت الاول واستاذنتك المره الاخيره ديت وقلت لي بالحرف عبد الله السعيد من اصول النادي. ما جيتش ناحيته خلاص. دي الاصول اخ سالم. دي الاصول اللي اتعلمناها. وانت راجل اماراتي محترم شعب اماراتي شعبي بيفهم في الاصول. هو مفيش الا لعيبه الزمالك. اي لاعب لسه كده طالع من الحضانه الواد هاني ده ولا الواد الثاني ده اللي اسمه عمرو ايه؟ الواد الثاني عندهم عمرو بسيوني. في واحد ثالث معاهم غير عمرو بسيوني. وعمرو هاني في واحد ثالث اللي هو وكيل لاعبين هو عمرو بسيوني. لا في واحد ثالث وكيل لاعبين. ممدوح ينفع يبقى مدير تنفيذي في النادي. شيخ سالم انت محترم وبلدك محترمه. لم العيال دي تاني. لم العيال دي يا عم يعني هم لما خدوا من الاهلي احمد فتحي والشريف اكرام ورمضان صبحي وخدوا من الاهلي الليله دي كلها كانوا اهلاويه يعني احتراف زي ما انت قلت ساعه موضوع رمضان. من الواضح ان الوضع في الزمالك سيئا وصار سيئا. حسنا نتمنى لهم الاسوء.